السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي مشاهدين قناة أيمن الشويت على يوتيوب. امبارح كان عنوان برنامج زملكاوي الطبال محمد رجب يمدح في مرتضى منصور وأبنائه وميدو يتغنى بالأهلي. بس قبل ما نتكلم في التفاصيل يا ريت تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده بالذات لو أنت أهلاوي، وعيب عليك لما تكون أهلاوي وما تعملش لايك للفيديو واشتراك في القناة. امبارح الكابتن جمال عبد الحميد كان بيقدم برنامج زملكاوي، فضل يمدح ويطبل للمستشار مرتضى منصور، وبعد ما زهق من التطبيل للمستشار مرتضى منصور دخل بقى على احمد وامير عشان يظبط الليله كلها، وفضل بقى يتكلم عن انجازات مرتضى منصور واللي بداها، وبيقول لك ايه، دايما النادي الزمالك بقاله سنين متعود انه يضربوا فيه الدوله والناس وما يلاقوش اي رد فعل، ولكن من يوم ما مرتضى منصور جه كل لما يجي يضربوا في الزمالك يلاقوا اسد بيزقر ويرد عليهم وبياخد حق نادي الزمالك، وان هو عامل لهم مشكله كبيره جدا، وان هو اهم رئيس نادي في تاريخ نادي الزمالك. تاني حاجه بقى دخلوا على احمد وامير وبداها معاهم ان هم متعلمين كويس جدا، وان هم مثقفين كويس جدا، وان هم يعني اهم ناس في الكون تقريبا. وبعد كده اتكلم على انجازات احمد مرتضى وامير مرتضى. انا عايز بقى اقول لكم ايه هي انجازات احمد مرتضى منصور وانجازات امير مرتضى منصور. اولا كده نادي الزمالك في العاب الصالات كان شهير جدا جدا، وكان تقريبا مكتسح كل البطولات. يعني لما كنت تيجي في مره كده تحسب بطولات نادي الزمالك في العاب الصالات، كان ممكن نادي الزمالك مثلا ياخد له 10 15 بطوله في السنه. لكن ما شاء الله من ساعه ما احمد مرتضى منصور مسك العاب الصالات، نادي الزمالك بياخد بطولتين 3 4 بالكتير قوي، وكانت اخرهم امبارح من النادي الاهلي. احمد مرتضى منصور بعد ما كانت العاب الصالات مستقره وما فيهاش اي مشاكل، عمل مشاكل كتيره جدا جدا مع اللعيبه ومع المدربين، ومشى ناس مهمه جدا جدا من فرق الصالات من نادي الزمالك. دي كانت انجازات احمد مرتضى منصور اللي بيتكلم عنها محمد رجب. نخش على انجازات امير مرتضى منصور. انجازات امير مرتضى منصور انا عايز اقولها لكم بقى. نادي الزمالك بعد ما كان عنده فريق كبير جدا جدا، في ساسي وفي بن شرقي وفي مصطفى محمد وفي فضل الفريق ده كله ومشاه باسعار قليله جدا جدا، سواء ناس ما جددتش عقودها وسواء ناس باعوها بسعر رخيص جدا، تمام. وجاب لعيبه، واحد زي سامسونج ده كان بياخد 800 دولار في السنه في النادي اللي هو بيلعب فيه، حاليا بياخد 800 الف دولار في السنه. واحد زي اللي اسمه ابراهيم انداي ده كان تقريبا نسي الكوره، راح جايبه وبيديله مليون و100 الف دولار في السنه. دي انجازات امير مرتضى منصور. اللاعب اللي بيسوى 3 مليون بيجيبه 25 مليون وبيديله 10 مليون وبيضرب ال 15 مليون باقيين في جيبه هو وابوه واخواته. هو ده انجازات احمد مرتضى وامير مرتضى. نخش بقى على ميدو، واللي فضل يتغنى بالاهلي امبارح وقال لك احد اسباب قوه الاهلي اعتبرها دايما بتكون موجوده في ابنائه، وان الاهلي دايما حاطط خطوط حمراء مستحيل يقرب منها، وان اهم عوامل نجاح الاهلي هي الانضباط والاستقرار، وان الاهلي دايما فوق الجميع. طب يا كابتن ميدو، طالما انت شايف كده وانت حاليا مسؤول يعتبر في الزمالك، تمام، ليه ما بتحاولش تطبق ده عند نادي الزمالك؟ ولا انتم متعودين ان عندكم رئيس نادي بيخبط في الكل؟ ويا ريته لسه رئيس نادي، ده هو راجل معزول، وفي نفس الوقت انتم مش عايزين تطبقوا القانون اللي طول النهار فالقنا بيه وتقولوا احنا دوله قانون دوله قانون دوله قانون. طب ما تطبقوا قانون يا جماعه، وان القانون وان فيه حكم محكمه بعزل رئيس نادي الزمالك. ده كان ملخص الهبد والهري اللي كان على قناه الزمالك امبارح. في نهايه الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناه. سلام عليكم.